صباح الخير يا شباب، يا رب تكونوا في أفضل حال. هنكمل مع بعض النهاردة الفيديو رقم 10 من سلسلة المعرفة. موضوعنا النهاردة هنقول ايه أكتر حاجة بيركز عليها HR هو بيقرأ السي في. تمام. مبدئيا عايز اقول لك انه السي في بياخد مع الاتش ار من مده من 6 ل 8 ثواني هو بيجراه. ده رقم واحد. رقم اتنين عايز اوضح لك برضو انه 80% من الاتش ار مش بيكملوا قراءه السي في لو ما كانش منظم او ما لفتش انتباههم. فطب انا اعمل ايه او ازاي يكون منظم او ازاي يلفت انتباه الاتش ار؟ حابب اقول لك مبدئيا رقم واحد اللي هو في البدايه خالص بتكتب المعلومات الاساسيه. رقم اتنين بنكتب اللي هو السمري او الاوبجيكتيف، وهنوضح في فيديو تاني هنكتب امتى سمري وامتى نكتب اوبجيكتيف. رقم ثلاثة بنكتب الاديوكيشن. رقم أربعة بنكتب الخبرات بتاعتنا. تمام. بس عايز اقول لك برضو ملحوظه مهمه جدا تاني، وهي الاديوكيشن انا مش بكتبها في البدايه. لو كان انا هقدم على فرصه عمل مش في مجالي، يعني انا دلوقتي لو في كليه زراعه اقدم على الشغل في مجالي، فل اسيب الشغل اسيب التعليم زي ما هو. لو كان انا اقدم على حاجه عامل كارير شيفت واقدم على حاجه خارج مجالي، فخلاص يبقى تمام جدا، اخليش التعليم في البدايه. النهارده فيديو كان بسيط جدا، واتمنى اكون قدرت افيدكم واساعدكم حتى لو بمعلومه واحده، ويومكم جميل جدا.